كربلاء، حيث استعدت المحافظة بشكل جيد للغاية لاستقبال المواجهة الأولى في المجموعة الثانية بين سوريا وفلسطين، والتي ستنطلق في تمام الساعة 8:15. عدسة التغيير رصدت لنا أبرز التحضيرات والاستعدادات، خلونا نشوفها بهذا التقرير التالي. كربلاء تتزين بحلة بهية اليوم، ابتهاجا وفرحا ليلها ونهارها عمل مستمر مشترك بين المواطنين والجهات المسؤولة استعدادا لاستقبال بطولة كأس غرب آسيا. كانت هنالك جهود جبارة بذلت من الأخوة القائمين على الملعب، الكل يعمل كخلية النحل، الليل مع نهار مستمرين الشباب في محاولة لإظهار، وإن شاء الله ستكلل جهودهم بالنجاح لإظهار كربلاء بالمستوى اللائق وملعب كربلاء بما يليق بهذه المدينة. وكذلك أهالي كربلاء خارج الوظيفة الحكومية، هناك كثير من المتطوعين يعملون مع إخوانهم في إدارة الملعب. الجنود المجهولين حقيقة هم بذلوا جهود كبيرة جدا. الفرق الشعبية من محافظة كربلاء، كل المواطنين الكربلائيين. هنا تجتمع رغبة الكربلائيين الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية إنجاح استضافة البطولة بمجموعتها الثانية في ملعب كربلاء الدولي ورسم صورة مشرقة بين البلدان العربية. اليوم الشارع الكربلائي بالتأكيد فرح باستضافة المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا، فلسطين، سوريا، إيران. اليوم جميع الظروف تم تهيئتها من أجل إنجاح استضافة هذه المجموعة والخروج بالتأكيد بنتائج مرضية لجميع المنتخبات. ومع أول مباراة في ملعب كربلاء ضمن بطولة كأس غرب آسيا، يفتح الكربلائيون بيوتهم لاستقبال المشجعين وتقديم ما تجود به أنفسهم كما هو معهود عليهم. من كربلاء، جاسم الهميم، التغيير.